قراج حويدر وقراج حويدر وخبصونا بقراج حويدر. اللي ما يعرف قراج حويدر راح اتكلم عنه بالتفصيل بهذا الفيديو. قبل ما نبدا الفيديو خلينا لايك ومتابعه. من بدأت قرعه تصفيات كأس العالم وانجمع العراق والاردن بمجموعه واحده، طلع هذا الترند كل تطبيقات التواصل الاجتماعي. فخلينا نحكي عن هذا الترند. اولا كلمه قراج حويدر منين جايه؟ يا اخوان اكو مسلسل عراقي قديم اسمه عالم الست وهيبه، وهذا حويدر كان عنده قراج واي واحد يدخل لهذا القراج يشبع كتل يلا يطلع منه، هاي اذا طلع من عنده سالم. فخلنا نسمعكم هاي اللقطه اللي يتكلمون بها عن قراج حويدر بمسلسل عالم الست وهيبه. اسمه قراج حويدر، باب زرقاء كبيره مكتوب عليه قراج حويدر. انت طب وبعد ما لك شغله، انا هسه اروح لودعتك. ترى اني ما مسؤول، فهمت؟ لان قراج حويدر يطب له ما يطلع منه سالم. وشنو يا فاخواننا اهل البصره والعراقيين بالاجمع سموا ملعب جذع النخله بقراج حويدر، وكل منتخب يدخل لهذا الملعب راح يشبع كتل ويطلع، يعني يا دوب يحصل تعادل. اغلب المباريات اللي لعبها المنتخب العراقي بملعب جذع النخله انتهت بالانتصار. فيا اخوان اللي ما يعرف قراج حويدر هو ملعب جذع النخله، عادة كل قراج يغصون بالسيارات، ومنتخب العراق بقراج حويدر راح يغسل منتخبات.